وهو رئيس حركة الوفاق السوري في ألمانيا. أستاذ أحمد، كيف تنظر إلى هذه الأحداث، المقابر الجماعية، 5 الأطفال، يعني انتهاك الحرمات، كيف تنظر إلى كل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييكم أخي العزيز، وأحيي قناتكم التي حقيقة تفضح جرائم هذا النظام لحظة بلحظة وساعة بساعة ويوما بيوم. في البداية نتقدم بالتعازي من أسر الشهداء. وجرائم النظام السوري هي ليست جديدة على المجتمع في سوريا حقيقة، وإنما له تاريخ مشين في هذا المجال، فقد ارتكب المجازر العديدة والتي وصلت لعشرات الآلاف من قطفت من أبناء الشعب السوري في مدن حماة وإدلب وجسر الشغور واللاذقية وريف دمشق وتدمر. فهذه المجازر ليست جديدة علينا من قبل هذا النظام، فهو نظام قائم أصلا على المجازر وعلى القمع وعلى سفك الدماء. وإنما أتساءل كيف أن هذا النظام في هذا العصر، في عصر العولمة والإنترنت والموبايل، والتي تبث هذه الصور مباشرة لجميع أنحاء العالم، ويقوم بارتكاب هذه المجازر ويخفي جرائمه ظنا منه أنه يعيش عصر الثمانينات من القرن الماضي. أستاذ أحمد، عفوا المقاطعة، يعني أيضا بعيدا عن إخفاء الجرائم، هناك أيضا إعلام في الجهة الأخرى يفند ما يظهر على مواقع الإنترنت وما تظهر على الفضائيات، يعني يكذب ويقول أنها مفبركة وما إلى ذلك. يعني هم لا يكتفون فقط بإخفاء الحقيقة وارتكاب الجرائم. نعم. وبالتالي الخطوة التي يقوم بها النظام برأيك يعني في ارتكاب هذه الجرائم وتفنيد ما تظهر على القنوات الفضائية، كيف تنظر إليه؟ هل يجدي نفعا في هذه الأجيال الحالية التي قادت الثورات في العالم العربي برأيك؟ أشكرك على هذا السؤال، وكنت سأمر عليه، وأرجو أن يتم تصحيح الاسم، فهو أحمد الجبوري، نسبة إلى قبيلة الجبور في الجزيرة السورية. نعم، الجبوري وليس الجوري. ثانيا، موضوع السؤال، إن أدوات النظام سواء كانت الإعلامية أو الذين يدعون أنهم يتحدثون باسم النظام يدعون دائما بأن مسألة الشهود العيان الذين يتصلون مع القنوات الإعلامية في الخارج هم موجهون من قبل هذه القنوات التلفزية المقرضة حسب تعبيرهم، التي تريد شرا لسوريا وتكذب وتفند. ولكن هذا التفنيد لا بالمناسبة أستاذ أحمد، على ذكر شهود العيان، تم اليوم القبض من قبل قوات الأمن على شاهد عيان، وهو كان يدلي بتصريحات إلينا، وهو أنس الشغري، كان دائما شاهد عيان موجود على الفضائيات العربية، وتم إلقاء القبض عليه. ربما تتوجه له التهمة مستقبلا بأنه مفبرك. شكرا على هذا السؤال. كنت سأذكر مثل هذه الأمثلة حقيقة. كنت سأذكر مثل هذه الأمثلة لأنهم يعني كانوا قد اتهموا قنوات عديدة بأنها تفبرك مثل هذه الاتصالات وتنسب لشهود عيان من المناطق على أنها من غرف مجاورة في الاستوديوهات الحقيقة، وما اعتقال يعني هذا الناشط وهذا الشاهد الذي ينقل الحقيقة إلا دليل يكذب أبواق النظام وأدواته الإعلامية. ولكن أنا يعني أطمئن الجميع في سوريا بأن فبركات النظام وأن ادعاءات النظام وأن ما يظهره إعلام النظام هو لا يرقى إلى يعني أي مستوى من المصداقية
على الصعيد الدولي والعربي، وإنما يؤخذ بشهادات هؤلاء الشهود الذين كان يكذبهم هذا النظام، والذي يعني منع دخول أجهزة الإعلام العربية والعالمية لدرعا وبانياس وحمص وباقي المدن السورية حقيقة لكي لا تطلع على مدى همجية النظام وعلى مدى دموية هذا النظام وارتكابه لمثل هذه المجازر، وما الحصار الذي دام لمدة 3 أسابيع على درعا النازفة الجريحة الشهيدة إلا لإخفاء هذه الجرائم. على ذكر درعا، كان قبل قليل معنا الدكتور عمار القربي وتحدث إلينا يعني حول قضية أنهم أحضروا بعض الأشخاص في باصات وحافلات وقاموا بإجراء يعني بعض اللقاءات الصحفية والتلفزيونية معهم مع التلفزيون السوري تحديدا لعكس الصورة وتضليل الرأي العام بأن الوضع على الأرض هادئ، ومن ثم قاموا بإعادته مرة أخرى إلى معتقلات أو أماكن أخرى. يعني مثل هذه الخطوات ومثل هذه الإجراءات لو فرضا أو افترضنا أن شهود العيان الذين يدعون أنهم مفبركون، ماذا عن الصورة على الأرض، الأمواج البشرية التي تجوب كافة المحافظات، كيف لهم أو كيف يستطيعون أن يغيروها في ذهن المشاهد العربي والمشاهد السوري؟ أخي الكريم، هم لا يستطيعون أن يغيروا شيئا، هم يقودون حربا إعلامية من طرف واحد على الداخل السوري، محاولين جاهزين بأن يعكسوا صورة الواقع الحقيقي على الأرض من انتفاضة شعبية، من ثورة شعبية سلمية. وعلى ذكر درعا مرة أخرى، يعني لو كانت السلطة صادقة هي وإعلامها وكل وسائلها التي تدعي بأن الوضع هذا في درعا وأن الصورة جميلة جدا، فهم لماذا يا سيدي الكريم يمنعون لجنة حقوق الإنسان من الدخول إلى درعا وهي منذ أسابيع تنتظر ولم يسمحوا لها بالدخول لمشاهدة الواقع الحقيقي في مدينة درعا البلدة القديمة؟ لماذا يمنعون هذه المنظمات الإنسانية من الدخول لرؤية الحقائق ولتقديم المساعدات؟ فإن كانوا لا يخافون شيئا، ولكني أقول هم يخافون لأنهم ارتكبوا مجازر مروعة وجماعية بحق الإنسانية تقودهم إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم كمجرمين حرب. ولذلك هم من خلال حصارهم لدرعا الشهيدة طول هذه الفترة ومنع أي لجنة سواء كانت عربية أو دولية أو إنسانية سورية من الدخول، ما هو إلا لإخفاء آثار الجريمة التي لم يستطيعوا بأي شكل من الأشكال التستر لأنها وصلت لنا أصلا وهي موثقة لدى العديد من الأطراف الدولية والسورية. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد الجبوري رئيس حركة الوفاق السوري، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا، شكرا جزيلا لك.